هو ليه العالم كله ملوش كلام إلا عن مؤتمر مناخ اللي معمول في مصر اليومين دول؟ يعني في عز ما العالم كله كان بيعاني من أزمات كبيرة في الغذاء والطاقة والتضخم، تلاقي حكام الدول مهتمين جدا بالمؤتمر وحاضرين فيه. عزيزي المستمع، كارثة المناخ اللي بنعيش فيها حاليا أزمتها أكبر بكتير من كل الأزمات دي، لأنها هتشيل مدن بالكامل من على الخريطة، ودي مش مبالغة. كمل معايا للآخر عشان أوضح لك. لما تعرف إن مدن زي اسكندرية وجزر المالديف وشنغهاي وميامي وغيرهم كتير جدا هيختفوا تحت سطح البحر بسبب ارتفاع درجة حرارة الأرض المتزايد، يبقى لازم تحصل وقفة من كل الدول. طب إيه بقى سبب المشكلة دي أصلا؟ بص، الأشجار بتمتص ثاني أكسيد الكربون اللي بيطلع من الكائنات الحية ومن احتراق الوقود عامة، سواء اللي في المصانع أو العربيات أو حتى الحروب. فلما تقل الأشجار ويزيد استخدام الوقود الحفري اللي بيطلع من البترول والغاز الطبيعي، هيكتر ثاني أكسيد الكربون اللي من أهم خواصه إنه بيرفع درجة حرارة الجو. فلما الحرارة تزيد، القطبين هيبدأوا يسيحوا بالتدريج، وده هيخلي مية البحر تبدأ تعلى، وبالتالي مدن كتير هتتعرض للغرق. مش بس كده، ده في مدن أصلا زي الكويت وصنعاء وغيرهم كتير درجة حرارتهم اللي هي عالية أصلا دلوقتي هتبقى فوق قدرات البشر، وهيضطروا يهربوا منها. وطبعا الحرارة العالية هتخلي المية العذبة اللي بنشربها سواء في الأنهار أو البحيرات تبدأ تتبخر وتقل، فهيحصل جفاف. كمان حرائق الغابات اللي بتولع لوحدها اللي بقالنا فترة بنسمع عنها، دي نتيجة الحرارة العالية برضه، وبكده هتقل المناطق اللي تصلح لحياة البشر عامة. طب ايه الحل بقى؟ مبدئيا لازم نبطل نعتمد على الوقود الحفري ونبدأ نعتمد على الطاقة المتجددة زي الرياح والطاقة الشمسية والهيدروجين الأخضر. وبالمناسبة الهيدروجين الأخضر اللي بقالنا فترة بدأنا نسمع عنه ده هو المستقبل، لأنه بينتج طاقة 3 أضعاف الوقود الحفري، وفي نفس الوقت مش بينتج أي أكاسيد كربون في الاحتراق. كمان لازم نبطل بقى تدمير الأراضي الزراعية ونكتر زراعة الشجر اللي هو المفروض الرئة اللي بتنفذ بيها الكوكب. لكن لو ده ما حصلش وفضلنا على نفس المعدل اللي عايشين بيه، فكلها كام سنة وهتلاقينا بنترحم على البطاريق كده زي ما كنا بنترحم على الديناصورات. في رأيك بقى الاجتماعات اللي بتتعمل دي هتجيب نتيجة فعلا وهيتاخد خطوات، ولا هيبقى مجرد كلام وحبر على الورق والدول القوية هتقول لك لا مصلحتي الأول؟ لو عجبك المحتوى اعمل لايك وشير واشترك معانا عشان نستمر.